اي واحد تلاقيه حافظ قرآن حتى لو بيعمل معاصي الدنيا والاخرة احترمه، بوس ايده. عارف ليه؟ اقول لك ليه. لان حافظ القرآن دي نبي. ثانية واحدة، ايه ده؟ يعني اللي حافظ القرآن وبيعمل معاصي وموبقات نجري نبوس ايده اول ما نشوفه؟ يعني ايه الكلام ده؟ اللي حافظ القرآن نبي ومعصوم؟ انا بس عندي سؤال مهم قبل ما نرد على كلام الجهبذ ده، انت مين ودارس ايه عشان تمسك مايك وتطلع تقول الكلام ده؟ ممكن المشهد ده يبان ليك انه عادي يا عم، وايه يعني لما نحترم حافظة القرآن؟ هو طبعا لازم نحترم اللي حافظ القرآن، بس ده عشان هو حافظ كلام ربنا، انما الكلام اللي سمعناه دلوقتي ده ليه معاني خطيرة. الشاب اللي بيعرف نفسه انه شيخ ده بيقول لنا ان الشخص اللي مش حافظ القرآن بس بيرتكب شوية اخطاء في حياته زي اي انسان يبقى عاصي ومذنب، ويتحط في درجة اقل من الانسان اللي بيرتكب كبائر بس حافظ القرآن. ده غير ان من ناحية تانية بقى الشباب اللي حافظين القرآن نفوسهم ممكن مثلا يا شيخنا تضعف بسبب الكلام ده، وتوصل لمرحلة تشوف فيها ان عادي انها تعمل معاصي وكبائر، ما هم انبياء بقى. طيب ما الشيخ الصغير ده معاه دليل اكيد. سيدنا النبي بيقول لك ايه؟ من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه الا انه لا يوحى اليه. هو صحيح انت جايبينك من هني بلد، ما علينا. بص يا شيخنا، انا مش هقول لك كلام كبير وندخل في متاهات، انا عارفه انك قلت حديث عشان تاكد كلامك، لانك فاهم كويس انك لما تقول قال رسول الله الناس هتصدقك، بس احنا بقى مش عايزين ندلس على الناس. انت بحثت كويس عن الحديث ده؟ هل مثلا متاكد انه صحيح 100%؟ يعني ببساطه احنا عملنا سيرش بسيط عن الحديث على الانترنت ودي كانت النتيجه، موضوع وضعيف يا شيخ. ده من ناحيه علم الحديث، ومن ناحيه العقل بقى اللي هو هنا فده كلام اكيد مش منطقي. مفيش بشر ينفع نقول عليه انه نبي حتى لو كان مجرد وصف مهما كان راجل صالح. بعدين يا راجل يا طيب، نبقى بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني وانت بتقول حافظ القرآن نبي؟ سؤال اخير بس، انت مين والله؟